يا وجع الضحك والتلاتة بونت اللي راحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. انا مصطفى غازي واهلا بيكم وحلقة جديدة والكورة مع ديشا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مواضيع كتير تخص نادي الزمالك وتخص النادي الاهلي. الموضوع اللي تخص النادي الاهلي رحيل مارسيل كولر ورحيل وسام ابو علي والعروض اللي جايه له وموقف النادي الاهلي منها. تاني حاجة ممكن نتكلم فيها، عندنا مواضيع تخص مباراة مودرن سبورت ونادي الزمالك. فمعايا كده، لو لسه جديد في القناه انزل دلوقتي واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من اللايكات، واللينكات بتاعتي هتلاقيها عندك في الديسكريبشن تحت. اعمل لي فولو. يلا بينا نبدا. مبدئيا كده يعني شويه ارقام قياسيه انما ايه اورجانيك اتحققوا امبارح في مباراه الزمالك ومودرن سبورت. خد يا سيدي اول رقم معايا. مودرن سبورت ما كسبش ولا مباراه في الدوري، جه امبارح وكسب. طب وعلى ايه؟ مودرن سبورت اصلا ما كسبش الزمالك من يوم ما لعبوا مع بعض، جه امبارح وكسبوا. مودرن سبورت اللي طول الموسم لحد الان، في يعني انت بتتكلم في الاسبوع التاسع، مودرن سبورت عيني كان جايب هدفين اتنين. مودرن سبورت امبارح قدر ان هو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كبر وجاب الجون الثالث امام الزمالك. طبعا بقى في صياح وفي طرب وفي يعني انت عايز تقول قوله على ضربات الجزاء اللي المفروض كانت تتحسب لنادي الزمالك امبارح. اولا يعني انا ماليش علاقه بموضوع التحكيم عشان خاطر ايه، اخواتي الزملكاويه وحبايبي ما يزعلوش مني. تمام تمام. تاني حاجه، يعني في خبراء تحكيم قالوا ان مفيش ولا ضربه جزاء صحيحه اصلا، يعني ولا اي موقف من ده يتحسب فيه ضربه جزاء. ولا اخواتي الزملكاويه وحبايب قلبي شايفين ان هي ضربات جزاء، من حقكم تشوفوا اللي انتوا عايزينه. بس مفيش داعي ل يعني ايه التجاوزات اللي حصلت بعد المباراه تجاه الحكم من عامل غرفه الملابس. عامل غرفة الملابس اللي قام بلفظ أو قال حاجة يعني نسأل الله أن يسامحه عليها يعني. تمام. حاجة ما لهاش أي ستين لازمة. كابتن عبد الواحد السيد قرر إيقاف ميلا عامل غرفة ملابس نادي الزمالك لأجل غير مسمى. وده سيدي الفاضل لحاجة واحدة بس، إيه هي؟ إن الموضوع اتصور، إن الموضوع طلع للإعلام. طبعا الإعلام مش كله، يعني مش كل الإعلام بدأ إن هو يتكلم عليه، في ناس كتيرة ساكتة أصلا، عكس واقعة حسين الشحات مع محمد الشيبي. وهنا يعني إيه ازدواجية المعايير زي ما بيقولوا، إن أنت لما بتتكلم أنت مش محايد، ولا الإعلام محايد، ولا أي حد محايد، ولا أي حد يعني ايه اهلي وزمالك. ده الاهلي وده الزمالك، ما فيش موقف بيحصل يربطوا ما بين الناديين ويقولوا حصل. لا، يا اما هتيجي على ده يا اما هتيجي على ده، وهي دي ازدواجيه المعايير اللي موجوده. بص يا اخي في قناه اون تايم الضحك امبارح على العنوان اللي اتكتب بعد هزيمه الزمالك من مودرن سبورت، وبص اول امبارح على العنوان اللي اتكتب على النادي الاهلي. عنوان النادي الاهلي ان فاركو يؤكد ان الاهلي يحتاج للعلاج. تمام. دي يعني ايه؟ تريقة. ولكن امبارح الزمالك يرفض الهدايا. لا والله، ايه الحلاوة دي؟ يعني دي حاجة بصراحة في منتهى يعني ايه الحيادية بصراحة. بس تمام ماشي، ما علينا. موضوع بقى مهم قوي 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 قوي، ركز معايا. احمد السيد زيزو بيعيط من امبارح لابوه، والله زي ما بقول لك. في ايه؟ احمد السيد زيزو طبعا امبارح كلنا الجمهور روقه. الجمهور روقه، حقه 100 مليون ايه ده، انا ما ادفعش فيك يعني. عبد الله السعيد يا جماعه امبارح غاب، الدنيا اتكشفت. عبد الله السعيد اللي عنده اكبر لعيبه الزمالك سنا، هو والمايسترو بتاعهم شيكا. كم قصه كده حصلت في غرفه الملابس قبل المباراه. زيزو وشيكابالا يبدو ان الامور ليست على ما يرام. تمام. المهم احمد السيد زيزو بيعيط لوالده، يا بابا يا بابا يا بابا الحقني. ايه يا زيزو اللي انت عايزنا اجدد لهم، واللي احنا بنحارب علشانهم، واللي احنا بنضحي علشانهم؟ ما شتموني يا بابا، ماليش دعوه، هات لي حقي. لا، ابوه بقى قايم من المنيا جاي، مين اللي شتم ابني؟ فطبعا الجمهور يا حاج روح هاته بقى، يعني روح دور على الجمهور بقى كده. طب والله ما انا مجدد. طب يا حاج عشان خاطرنا احنا الزمالك والحكايه والروايه ماشي، 20 مليون جنيه ده بدل ايه ده يا حاج؟ بدل ما اسيبكم وامشي، بدل ما اخلي زيزو يطلع يرد عليكم، بدل ما نتكل على الله دي اتشتم، هاتوا لي حقي. حاجه كده انت فاهم، عبث عبث. ده اللي هيحصل الفتره الجايه بقى. ليه؟ لان في اقاويل قالت ان كابتن احمد السيد زيزو قال لكابتن عبد الواحد السيد في اوضه اللبس ادي اخره خدمه الغز علقه. ما تزعلش مننا برضه يا زيزو، ما تزعلش من جمهور الزمالك، يعني ده مش مستوى تاخد فيه 100 جنيه، فاهم؟ ده انت عارف مستواك ده بعد حجز الكوره يعني ما يأهلكش ان انت تشرب كوبايه عصير القصب اللي بعد الحجز، بالمستوى اللي انت بتقدمه، وطالب 100 مليون جنيه ولا 80 مليون جنيه. خالص يا حبيب قلبي.
يعني كوبايه العصير خساره فيك. ده ملخص الموضوع يعني. نيجي بقى للاستاذ نبيل عماد مودريتش. القصه وما فيها ان نبيل عماد دونجا اللي طلع وكان من شهرين ده هو احسن مش عارف ايه، ويفصل من امام عاشور ايه، ويعمل من امام عاشور ايه، هم اللي كانوا بيقولوا دلوقتي هم اكتر ناس عايزين يا عم ما تلعب بقى، ما تلعب بقى فكك بقى. ما بص يا حبيب اخوك هقول لك على حاجه، طول ما هو حاطط البالونه في الشراب ومستني يسجل مش هيلعب، مش هيلعب ومش هيجيب جوان. تمام. وانا راهنك ان في بالونه في الشراب ولونها احمر، ها يلا. فيا جماعه هو الموضوع ايه؟ عناد ما بينهم، احنا نخرج نفسنا بس بيجي على دماغنا احنا في الانديه بتاعتنا، بس ما علينا يعني. امبارح كابتن عبد الواحد السيد اول ما دخل اوضه الملابس قال في عقوبه على وايقاف على نبيل عماد دونجا، وده من مصدر من جوه نادي الزمالك، لان نادي الزمالك امبارح يا جماعه عاش حاله اثناء المباراه وبعد المباراه، مش اللعيبه بس لا، واعضاء مجلس الاداره اللي كانوا موجودين في المقصوره، في اتنين من اعضاء مجلس الاداره اتخانقوا مع بعض ووجهوا لبعض يعني اتهامات شديده جدا، ويعني ايه، نسال الله يعني ايه الستر. النبيل عماد دونجا كابتن عبد الواحد السيد اداله ايقاف، وبعد لما طلعوا وروحوا بعت على جروب الواتس: هاي دونجا، هاي شباب، هاي شله، كله جل، عاملين ايه؟ نبيل انا وقفتك في غرفه الملابس، اه فانا فكيت الايقاف هنا. تمام يعني، تمام. طبعا ما حدش هيقول الكلام ده في الاعلام، الاعلام ما فيش حد هيقول الكلام ده، لكن بقى ايه، في صحفيين جوه النادي، في نقاد جوه النادي، في حد عينين للناس في النادي بيطلعوا ويقولوا وينتهي الكلام. الله اعلم من مدى صحته، يعني الله اعلم من مدى صحته. تمام. ولكن في نادي الزريبه اسف، ولكن في نادي الزمالك تقدر ان انت تقول كده عادي، تصدق الكلام اللي بيتقال ده، مع احترامي الكامل لشخص كل مشجع زملكاوي هو اصلا قرفان من اللي بيحصل. تاني موضوع معايا النهارده رحيل مارسيل كولر. رحيل مارسيل كولر في حاله الهزيمه من بيراميدز. ايه زي ما بقول لك، مين اللي قال؟ انباء طلعت واتقالت ان مارسيل كولر هيمشي في حاله الهزيمه من بيراميدز، والبديل بتاعه مفاجاه. البديل بتاعه حسام البدري. حسام البدري مسك الفريق، خد معاه بطولات، عارف الفرقه، يعني عارف النادي الاهلي، مش عارف دول، هو عارف النادي الاهلي. تمام. كان مدير كوره قبل كده، فالراجل ايه، متمرس في الحته دي، وخصوصا داخل جدران النادي الاهلي. يعني انت دلوقتي تقدر تقول ان من ضمن الاسامي او اول الاسامي اللي اتطرحت على الطاوله كده، طاوله الحوار يعني لتولي المهمه عقب رحيل مارسيل كولر بعد هزيمه بيراميدز لا قدر الله، يعني تيجي تتكلم تقول ان حسام البدري هو اللي هيمسك. في اقاويل بتقول ان فايلر، بس فايلر بعيد جدا يا جماعه، فايلر سابنا ومشي بطريقه لا يعني ايه، لا تليق بالنادي الاهلي، ولكن كل شيء وارد مع مجلس الكابتن محمود الخطيب، يعني عادي صباح الفل، ما تفهمش، عادي خالص. فايه اللي هيتم في موضوع رحيل كولر الله اعلم، يعني ده اللي احنا هنشوفه. ولكن يعني الاخبار المؤكده بقى، المؤكده، كل دي تقارير، كل دي كلام، كل دي كلام، يعني مثلا ايه، اخبار من داخل النادي بيبقى فيه برضو زي نادي الزمالك ايه صحفي بتاع الكلام ده كله. إيه، فالاكيد ان الراجل عايز يكمل، ولكن مارسيل كولر هيرحل بعد نهايه الموسم ده. مارسيل كولر هيرحل بعد نهايه كاس العالم للانديه. خلاص هو الراجل يعني ايه، تحس ان ما عادش فيه دوافع جديده ان هو يستمر مع النادي الاهلي، فهو حلمه ان هو يلعب كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي، الفريق اللي كونه والفريق اللي بايده او يعني بدخل من ايده بدأ ان هو يبوظ فيه. هو عايز يعني ايه، يلتحق بالمجموعه دي في كاس العالم للانديه وتيجي زي ما تيجي يعني. ففي النهايه يعني كده في موضوع مارسيل كولر اللي هيتم ده اللي احنا هنشوفه بعد كاس العالم للانديه او بعد مباراه بيراميدز. عودة البابا سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ في اجتماع هيتم بينه وبين كابتن محمود الخطيب. محمود الخطيب قال لناس مقربين منه ان هو يعني ايه، على اقتناع بالعودة بتاعة سيد عبد الحفيظ، يعني بنسبة ايه، 75 80%. ولكن تيجي تسأل نفسك هل كابتن سيد عبد الحفيظ هيوافق ان هو يرجع؟ هنا في رأيين، رأي بيقول لك كابتن سيد عبد الحفيظ هيتجه ايه للموضوع الإعلامي وإبراهيم فايق والقهوة اللي بيقعد فيها بالليل وبتاع والكلام ده كله. تمام. والموضوع التاني يقول لك كابتن سيد عبد الحفيظ مش زعلان ان هو مشي من النادي الأهلي قد ما هو زعلان الطريقة اللي مشي بيها من النادي الأهلي. يعني مش موضوع ان انا مشيت ولا مش مشيت يبقى ارجع ولا ما ارجعش، لا عادي. وكابتن سيد عبد الحفيظ طلع في قبل كده في اكتر من لقاء وقال النادي الاهلي منين ما بيحتاج ابنائه لازم بيلاقيهم. النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات هيحتاجني هيلاقيني، ولكن العتاب بقى
بيقول لك العتاب على قد المحبة. العتاب بتاع سيد عبد الحفيظ إن الطريقة اللي أنا مشيت بيها مش دي الطريقة اللي أنا أستاهل إن أنا أمشي بيها، مش دي الطريقة اللي تليق إن أنا أمشي بيها. أنا ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة عشان أمشي. يعني هو ما إحنا لحد الآن يا جماعة إحنا ما نعرفش كابتن سيد عبد الحفيظ مشي ليه، ودي كارثة. تمام. فكابتن سيد عبد الحفيظ مع كابتن محمود الخطيب في اجتماع قريب جدًا هيحصل ما بينهم علشان يناقشوا عودة كابتن سيد عبد الحفيظ للنادي الأهلي مرة أخرى. ولكن هنا كابتن سيد عبد الحفيظ هيرجع مدير كورة والّا هيرجع مدير رياضي؟ ما هو أصل يعني مدير كورة هو المفروض إن المنصب اتشال، بقى مدير رياضي. تمام. هيرجع بقى مدير رياضي والّا هيرجع هنشيل مدير رياضي ونرجّع تاني مدير الكورة، والّا إحنا هنعمل إيه بالضبط الله أعلم. ده اللي إحنا هنشوفه الفترة اللي جاية. آخر موضوع معايا بقى يا حبيب أخوك، رحيل وسام أبو علي عن النادي الأهلي. وسام أبو علي اللي فيه صحيفة دنماركية، صحيفة موثوق منها جدًا، الصحيفة دي هي اللي نقلت أخبار انتقال إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي لنادي الأهلي المصري بالتفاصيل، وهي اللي كانت بتتكلم عن صفقة وسام أبو علي مع النادي الأهلي. يعني إيه، صحيفة موثوق منها، خصوصًا إن الأخبار مش طالعة من مصر. يعني عارف الأخبار تم تداولها وانتقالها في مصر، لكن التصاريح أو العروض دي مصادرها الصحيفة الدنماركية، إن النادي الأهلي معروض عليه عرض مالي ضخم جدًا يعني وسام أبو علي. علشان تسيب وسام أبو علي، إحنا اشترينا وسام أبو علي ب1.800.000 دولار، جاي لنا أضعاف الرقم ده. أنت بتتكلم في رقم يقارب 6.000.000 دولار عشان تسيب وسام أبو علي. هل ده العرض الوحيد؟ لا يا فندم، مش ده العرض الوحيد. العرض في عروض تانية جاية لوسام أبو علي، عروض جاية من الدنمارك، عروض جاية من السعودية، عروض جاية من أوروبا، في حوالي 6 أو 7 عروض على الطاولة مع وكيل وسام أبو علي. يمكن هو ده سبب تراجع وسام أبو علي الفترة اللي فاتت، ولكن المفروض النادي الأهلي يبدأ يحط من دلوقتي قواعد وشروط. إحنا داخلين على مرحلة مهمة، داخلين على مرحلة يعني مرحلة كأس العالم للأندية. وضعنا إحنا مش ألطف حاجة في الدوري يا جماعة، برغم يعني بغض النظر إن إحنا التاني والّا لأ، ومباراة بيراميدز هي تحديد الصدارة. ولكن أنت بتتكلم على وضع الفرقة نفسه، وضع الفرقة نفسه يعني إيه، غير ميسور، مش ميسور خالص الحال. فإحنا بنتكلم دلوقتي إن لازم النادي الأهلي يقعد مع وكيل وسام أبو علي، ويقعد مع وسام أبو علي، ويا عم وسام أنت عقدك لسه ممتد ل2028، فما بعد إذن سيادتك وبعد إذن معاليك الفترة دي الوكيل بتاعك ما يجيبلناش أي عروض، وما يجيبلكش أي عروض عشان ذهنك يبقى صافي للعب، واحنا نعرف نفكر معاك. بعد كده ايه اللي هيتعمل بعد كاس العالم للانديه؟ يمكن اسامه ابو علي لو جه فيه 9 10 مليون دولار، بشوف ان هو نطلعه ونعمل غيره، بدل ما نقع في وقعه ديانج اللي كان جاي فيه 8 مليون دولار قبل كده، وبعد كده نجمه انطفى او بدا يخفت ضوءه يعني. طلعناه عرض 500 الف دولار. فلو احنا هنقدر نعوض وسام ابو علي في المرحله المقبله ما بعد كاس العالم للانديه، يعني بشوف ان احنا نبدا نناقش العروض، واكبر عرض مالي هناخده. وده اللي أنا متأكد إن كابتن محمود بيبو يعني تمام، هيدوّر عليه أصلًا عشان خاطر إيه، الفكة. في فكة طرش جاية من ورا وسام، فكة طرش يا باشا. ونبقى نجيب بقى بعد كده إيه، أي حد بقى، يعني أي حد، أحمد عاطف بتاع أي حد، مش هتفرق معانا. تمام. اخواتي وحبايبي، أتمنى من الله سبحانه وتعالى الحلقة تكون عجبتك. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو ما اشتركتش في القناة انزل واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في حلقات تانية كتير. سلام عليكم.